بعد الحب وبعد العشرة نلتقي مثل الأغراب. بعد الحب وبعد العشرة نلتقي مثل الأغراب. واحد ما يعرف الثاني ولا كأننا كنا أحباب. بعد الحب وبعد العشرة نلتقي مثل الأغراب. واحد ما يعرف الثاني ولا كأننا كنا أحباب. ماتت لهفتنا المجنونة ما أقساه وما أقساني. أتساءل وحدي وأتألم يا ترى من فينا الجاني. ماتت لهفتنا المجنونة ما أقساه وما أقساني. أتساءل وحدي وأتألم يا ترى من فينا الجاني. الزمن اتغير لو احنا بينا عيوب وبينا اخطاء. احنا مجرد هيكل فارغ واخذتنا الموجة العمياء. مات الحب مات الاحساس مات النور نهتدي بيه. مات الإنسان بداخلنا مات كنا بدم خل نبكي عليه. مات الإنسان بداخلنا مات كنا بدم خل نبكي عليه. مساء الخير جمهوري العزيز، مساء الخير مشاهدي تلفزيون دبي. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في ألبوم هذا الأسبوع، وإن شاء الله يا ربي أقدر أوفي بجزء بسيط مما أحس في صدري أحكي لكم إياه بكل صدق وبكل تلقائية بدون أي تكليف. إن شاء الله يا ربي نعدي معاكم ساعة ونقدر نسعدكم بعض الشيء. قمر النجوم المطرب الساحر كاظم الساهر بحب وأمل وصدق يلتقي بكم. هي البدايات انه احساسي وانا كان عمري 10 سنوات، احساس غريب انه كنت احب انه الخيال بشكل لا يوصف. كنت احب امشي بالشوارع وحدي واتامل واتخيل. بهذاك العمر كان عندي صديقه اصغر مني بسنه، كان عمرها 9 سنوات، فكنت اقطع مسافه طويله حتى اكون جنبها. نجلس انا معها على الرصيف وابدي احكي لها انه الف لها قصص من خيالي، وكانت تكون سعيده كل يوم نفس الجلسه على هذا الرصيف، ويوميه اخترق يعني قصص انه ابدا الفها اثناء جلستي معها. وبعدها ارجع امشي وحدي، وفي اشياء اتخيلها انه بهالعمر هذا، انه كل ما اتذكر نفسي بانه هذه المرحله كانت عجيبه بالنسبه لي. وبدت يكبر عندي هذا الشعور سنة بعد سنة، فلحد ما كان عمري 12 سنة كنت أحاول بجهدي إنه بس أكتشف آلة موسيقية أشوفها بطريقي.
فتعرفت على محل دكانة صغيرة وشفت آلة الجيتار واستبدلتها بدراجتي. كان عندي بايسكل، استبدلتها وبدأت التعلم في معاهد خاصة. درست الموسيقى وبعدها بسنة شفت انه استهوتني آلة العود أكثر من الجيتار. آلة العود فيها انه آلة شرقية، فيها الأنغام الشرقية اللي أنا مثلا كنت تربيت عليها مع أسرتي. أنا من أسرة حوالي إحنا 8 شباب وأختين، يعني 10 مع أمي وأبويا 12. كلهم بعيدين عن الفن، بس أنا الوحيد اللي طلعت صرختي من بينهم، مع العلم أصواتهم كلها حلوة. بعدها كملت مشواري، إنه كنت أكتب خواطر شعرية وأنا عمري 13 سنة، وكنت أرسم. المهم إنه أريد أنمي أي وحدة من هذه المواهب، الشعر أو الموسيقى أو الغناء، إنه كانت معي تكبر معي لحد ما دخلت معهد الموسيقى 6 سنوات في بغداد، معهد الموسيقى العالي. كان الله يذكره بالخير أستاذ منير بشير، أستاذ روحي الخماش، أستاذ منير الحكيم، الشيخ جلال الحنفي كان يدرسنا العروض الشعرية. كل هؤلاء كانوا حريصين إنه أن ينمون موهبتي بشكل الصح. يعني مثلا كانوا بالمعهد الموسيقى كان يركز علي أستاذ منير عندما يدخل، هو كان عميد، فكان مين يدخل للصف اللي أنا كنت فيه أول ما يدخل، أتذكر لحد الآن كان الشيخ جلال الحنفي يدرسنا، فكنا نقرأ عن المتنبي وعن أبو فراس. فأول ما دخل الصف قال يلا كاظم اقرأ لي القصيدة. يعني أنا قلت إيش معنى أنه يختارني أنا الرأس أنه اختار القصيدة واختار أنه لازم أنا أقرأها. فقريتها، غلطت غلطة بالسطر كان قاسي جدا معي، أنه قال يعني بما معنى أنه عيب، المفروض من تقرأ لازم تقرأها بحركاتها ومرة شافني أيضا ساحة المعهد. هذا الحكي أتذكره بالسنة 87، ماسك العود، وكنت استبدلت المفاتيح العود بمفاتيح جيتار. قلت يعني فتشي يعني جديد على أساس. فشافني أمام الطلاب قال لي تكسر العود هسه، تكسر أمام الطلاب. فكسرت العود أمام الطلاب. هذه الحادثة ما أنساها. قال لي تروح ترجع مفاتيحها الأصلية. ومثلا مرات مثلا من يشوفني أجلس في عمل كان يتابعوني بشكل دقيق، إنه هذه دراستك إيش راح تقدم لك، إنه إذا تلحن أغاني شعبية فقط. كان حزين إنه بعد هالدراسة هذه كاظم يروح يغني أغاني شعبية فقط بسيطة. فيوم من الأيام طلعت على المسرح، كانت حفلة عامليها معهد الفنون الموسيقية. فاجأتهم كلهم، كانوا الأساتذة. طلعت على المسرح وغنيت إني خيرتك فاختاري للشاعر الكبير نزار قباني. غنيتها فقط على العود. كان كثير سعيد بهذه الحفلة. كل أساتذتي سعداء وهنوني، وأنه كانوا حريصين جدا أن ينمون موهبتي بشكل الصح. الحمد لله أنه اكتسبت الأشياء اللي اكتسبتها من بيتي ومن الحي الشعبي البسيط اللي كنت عايش به، من دعاء الأمهات، من لهفة أصدقائي هم اللي يشوفوني على مسرح، من النفس الجميل اللي نسعد به دائما وإحنا بالشارع وإحنا بأي مكان، إنه يا رب يوفقك، يا رب إحنا معاك والله معاك. وكل هذه إنه حملناها بدواخلنا. والحمد لله أنه كل ما الشهرة تحاول شوية تريد الزعزع بينا من بعض القيم، لا، دعائهم أقوى وتربيتنا أقوى ومحبة الناس أقوى من أن ننجرف مع أي تيار يمكن يبدأ العدد التنازلي عندنا. وعد لكل الناس، إنه وعد لأحبابي اللي بكوا، اللي من الفرحة، اللي دعوا دعاء جميل. وعد لهم إنه أنا ما راح أنساكم ولا أنسى دعائكم، وماشي الحمد لله بالشكل الصح.
كل سعيد شاف ومهني بعض المال حتى البعيد الغالي أحلى الغنى الجميلة غمض لعيونك لحظة وانت يا شمعة عمري حبيبي حبيبي غمض لعيونك لحظة مفاجأة حلوة جبت لك تفرح بيها وترضى فتح لي عيونك ما أسعدنا الليلة 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 فرحة عمرنا الليلة ودخلنا مشوار الشهرة والمهرجانات والسفر الترحال من ودعنا ما نودع بس نقول مع لقاء آخر ودعنا الحي الشعبي الحلو وطرنا إلى أول بلد عملت فيه حفلة وطلعت على المسرح. بس هذه طبعا ما أنساها طول حياتي. قبل ما أطلع على المسرح أنا كانت عندي أزمة كبيرة طبعا مع نفسي، كان عندي يعني مشكلة ما فيها أتكلم تفاصيلها، بس كنت متهسر حتى يعني ناشف تماما، أنه كل ما أشرب مية أحسه معروف أن يتبخر المي، فكنت خايف بشكل لا يوصف. لأن أول مرة أقابل جمهور عربي لازم أأدي بالشكل الصح. طلعت على المسرح وأنا أدعي يا رب أنه وفقنا هذه الليلة حتى أقدر، لأن الجمهور لأول مرة يشوفني. هذا الكلام كان نهاية 89، فالحمد لله كانت حفلة موفقة، حفلة كبيرة. كان الحضور يعني الحمد لله. طبعا بعدها سافرت، بدأت مشوار الترحال المستمر إلى الجاليات العربية الموجودة في أمريكا، وسافرت إلى أوروبا والدول العربية. هناك أشياء جميلة أنه أتلقاها من جمهوري العزيز. مثلا من أدخل أي بلد يسمعوني كلمات الإعجاب بشكل ضمن تقاليدهم وضمن لهجتهم المحلية. فكل ما أدخل مكان وأشوف جمهوري وجمهور مختلف أحس أنه فعلا برهبة، أحس بسعادة، لكن محملة بمسؤولية، محملة بالقلق. يعني أنه الجمهور اللي يتعود على الفنان يتعود على مثل هذا الجمهور ويتعود على هالمحبة هذه، لازم أن يكبرها، يعني يحاول أن يحافظ عليها على الأقل. فهاي أكيد راحت كلفة من صحته ومن راحته. يعني هو أنا أعتبر مع كل محطة أنزل فيها يمدوني بعطاء جديد، بنفس جديد، يخلوني أبدأ من جديد، يخلوني أرجع لصديقتي اللي كان عمره 9 سنوات، يخلوني من جديد أجلس على الرصيف وأتأمل من جديد وأبدأ من جديد مشواري، مع كل دعاء، مع كل كلمة حب من جمهوري العزيز. يا العزيز لون ودعك يا العزيز، وبيدي أحجز للسفر
شلون اودعك شلون اودعك شلون اودعكم يا بعد روحي وبيدي احجز للسفر شلون اودعك شلون اودعك شلون اودعك يا العزيز وبيدي احجز للسفر شلون اودعك شلون اودعك اضحك بوجهك كذب وانا كاتلني القهر شلون اودعك شلون اودعك الف طعنه انطعن وانضرب مليون خنجر وما امر بيجي حاله واحترق وعودي اخضر يا العزيز يا العزيز يا العزيز خلي اشبع شوف منك قبل لا الشد الرحال طيني فرصة يا العزيز ابكي باحضانك تعال خلي اشبع شوف منك قبل لا الشد الرحال طيني فرصة يا العزيز ابكي باحضانك تعال يا العزيز لا بديك ولا بدي يا العزيز اثنينا صرنا الضحية احبس دموعك حبيبي احبس دموعك حبيبي كافي مو مرمر دمعك يا العزيز يا العزيز يا العزيز النار بي اشحال لو عني رحت والله بجي الناس كلها بصرخة وحدة لو صحت إذا هسه النار بي اشحال لو عني رحت والله بجي الناس كلها بصرخة وحدة لو صحت يا العزيز ارحم بحالي يا عمري يا العزيز النار وقتاكل بصدري يا العزيز ارحم حالي يا عمري يا العزيز النار وقتاكل بصدري احبس دموعك حبيبي احبس دموعك حبيبي كافي مو مرمر لدمعك يا العزيز يا العزيز يا العزيز يا العزيز يا العزيز يا العزيز الشعراء. الشعر انه مو بالسهل انه شاعر كبير مثلا يجي لملحن بسيط يسلم نص ابدا. فبالبدايه كنت اقلب بالمجلات وبالكتب حتى اطلع قصيده وحتى الحن. كان عندي استعداد رهيب بذاك الوقت وانا عمري 12 سنه اريد الحن اريد اعمل شيء. لحد ما صار عمري 13 وانا اجرب اكتب حتى الحن لحد ما ضليت مع شعراء مبتدئين. أول شاعر كان التقاني هو عندما سمعني أغني لحن اسمه الأستاذ أسعد الغريري. أسعد الغريري كتب مجموعة من الأغاني الجميلة في العراق، فسلمني نصين يعني بكل ثقة. قال لي أنا راح أعطيك نصين بدون أي مقابل وأنا متأكد راح يطلعوا عندك حلوين. يعني بهذاك اليوم سعادتي لا توصف، انه هذا الكلام يمكن بال85 86 انه جلست اشتغل فيهم الليل كله سهران. لازم ابرز وجهي، اول مره اتعامل مع شاعر محترف لازم يطلع شيء.
وغنيت، اتعرفوا علي من الشعراء أيضا الأستاذ كريم العراقي. بعدها أعطاني تايتل المسلسل، بدأوا الشعراء عندما سمعوني بالتايتل المسلسل بدأت الاتصالات والنصوص صارت بين إيدي. بدأنا نشتغل لحد ما طلعنا مجموعة حلوة من كلماتهم الجميلة، لحد ما التقيت أيضا بالشاعر عزيز الرسام بال87، ومجموعة كبيرة للشاعر عزيز الرسام، حوالي 17 أغنية ملحن له، ومجموعة حوالي 25 أغنية للشاعر كريم العراقي، ومجموعة شعراء منهم داود الغنام اللي كتب شخص ثاني، وكاظم السعدي كتب مجموعة، وكاظم إسماعيل القاطع اللي كتب مواويل أريد أبكي على صدرك مشتهي النوح، ومجموعة كبيرة لحد إني خيرتك فاختاري للشاعر الكبير نزار قباني، ومجموعة أنا كتبت حوالي 10 أغاني. كتبت سلامتك من الآه، وكتبت هذا اللون عليك يجنن، ومحروس من عين البشر، لا تحتاج على حكمي، اللي يريد الحلو يصبر على مرة، منين أجيب إحساس للي ما يحس، يا ليل لا تنتهي توني ابتديت الغزل، يضرب الحب شو بيذل، الكاسيت الأخير مرسي كلك ذوق. كتبت أيضا من الكاسيت الجديد ضمني على صدرك، وكتبت أغنية بعد الحب. بعد الحب هي 4 أجزاء، الجزئين الأول والثاني كلماتي، والجزء الثاني اللي يبدأ من حبيبي سابقا لا أكثر للشاعر المبدع كريم العراقي. وآخر أغنية هي هي أنه عشت معها أيام جميلة وما زالت عندي بأحضاني بعدها ما سمعوها الجمهور، هي للشيخ محمد بن راشد المكتوم، اسمها اغسلي بالبرد قلب صب تشهد. وما زلت أبحث وأتمنى أنه أتعامل مع عدد ممكن من الشعراء حتى نقدر نرتقي إلى أذواق الناس إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم باختيار شعرنا. البارحة بالحلم، البارحة بالحلم حبيبي بحضاني بوسني من وجهتي وطفالي نيراني قلت له حبيبي اقترب عوضني حرماني وشلون تقبل مروءتك، شلون تقبل مروءتك تتركني وحداني أموت حسرة وقهر، أموت حسرة وقهر، لو لحظة تنساني أرضى أعيش بسجن، لو أنت سجاني شلون تقبل مروتك تتركني وحداني أموت حسرة وقهر، لو لحظة تنساني أرضى أعيش بسجن، لو أنت سجاني
وصحيت من نومتي وانت بحضن ثاني حبيبي. صحيت من نومتي عساني عساني ما صحيت. صحيت من نومتي وانت بحضن ثاني ثاني. يا عمي هذا الحلو للموت مشاني. يا عمي هذا الحلو للموت مشاني. هو الحرق مهجتي وهو اللي داواني. يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي هذا الحلو للموت مشاني. هو الحرق مهجتي وهو اللي داواني. لك الشفة تسبق حلب والدلع صبياني صبياني صبياني. يا طيب يا طيب يا طيب عسلاها ببيت يا غربي يا طيب. يا يابا عسلاها ببيت يا غربي يا طيب. لأني فاتت الأحباب بغير طيب. طيب إلا يابا كل ما أقول جرح القلب. إلا يابا كل ما أقول جرح القلب. طيب يطيب ويلك ما فرق الأحباب يابا 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 طيب يا العايش انت بأرض وانا بأرض أخرى. وانا بأرض أخرى. تدريني دم ولحم والقلب مو صخرة. والقلب مو صخرة. يا العايش انت بأرض وانا بأرض أخرى. وانا بأرض أخرى. تعرفني دم ولحم والقلب مو صخرة. والقلب مو صخرة. روحي واحس تنفصل اشتاق اريد اتصل اخجل الغي الرقم الساعة متأخرة. الساعة متأخرة. روحي واحس تنفصل اشتاق اريد اتصل اخجل اسد الرقم الساعة متأخرة. الساعة متأخرة. يلا ابعد من السما شي يوصلك يمنا. يوصلك يمنا. يا الأنعم من العطر ما تقدر الهمنا. تقدر الهمنا. يلا ابعد من السما شي يوصلك يمنا. يوصلك يمنا. يا الأنعم من العطر ما تقدر الهمنا. تقدر الهمنا. اعذرني ما احتمل هالساعة راح اتصل. اعذرني ما احتمل هالساعة راح اتصل. الصبر مني نفد واعصابي متوترة. يا العايش انت بأرض وانا بأرض تدريني دم ولحم والقلب مو صخرة. والقلب مو صخرة. يا العايش انت بأرض وانا بأرض أخرى. تدريني دم ولحم والقلب مو صخرة. والقلب مو صخرة. روحي واحس تنفصل اشتاق اريد اتصل اخجل اسد الرقم الساعة متأخرة. الساعة متأخرة. روحي واحس تنفصل اشتاق اريد اتصل اخجل الغي الرقم الساعة متأخرة. الساعة متأخرة.
بوضع ثاني، لا تقدر انت تجي ولا اقدر اني عايش انت بوضع وانا بوضع ثاني، لا تقدر انت تجي ولا من اجي هادي، اعذرني ما احتمل الساعة راح تصل الصبر مني نفذ واعصابي متوترة، يا العايش انت بارض وانا بارض اخرى، انا بارض اخرى، ديني دم ولحم والقلب مرة، يا العايش انت بارض وانا بارض اخرى، انا بارض اخرى، ديني دم ولحم والقلب صخرة. إلا بعد من السمشي وصلك يمنا، يلا نعم من العمر ما تقدر الهمة، يلا بعد من السماشي وصلك يمنا، يلا نعم من العمر ما تقدر الهمة، اعذرني ما احتمل اللحظة راح تصل الصبر مني نفذ واعصابي متوترة، عايش انت بأرض وانا بأرض اخرى، انا بأرض اخرى، ديني دم ولحم والقلب صخرة، القلب صخرة، عايش انت بأرض وانا بأرض اخرى، انا بأرض اخرى، ديني دم ولحم والقلب صخرة، القلب صخرة، بروحي واحس تنفصل اشتاق ايدك تصل اخجل اسد الرقم، الساعة متأخرة، الساعة متأخرة، الساعة متأخرة، الساعة متأخرة، الساعة متأخرة، الساعة متأخرة، الساعة متأخرة. الأغاني وكيفية اختيارها خاصة وإحنا في زمن أنه عشرات المطربين، يمكن مليون مطرب موجود والله يكثرهم طبعا، كيف تختار أغنية أنه بحيث تطلع من بين هاي الأغاني وتتميز وتترك أثر طيب عند الناس. الألوان الغنائية أنه في كثير مثلا مصطلحات أنه واحد يقول أغنية شبابية وواحد ما أعرف، يعني في تسميات أنا بعتبرها غريبة جدا، يعني غريبة جدا. هي الأغنية لإحساس، يعني الشاعر من يكتبها بكل إحساسه يعيش معها حالة المخاض الصعبة أنه حتى يطلع السطر الأول من الأغنية ويبدأ معركة مع نفسه ومع الورق لحد ما يطلع الأغنية وهو ياخذ النفس، آخر شيء نفس نرتاح فعلا نطلع شيء جميل أنه عاش معه. يبدأ الملحن يعيشها ويعيش قصتها ويعيشها كيف راح يدخل مع أجواءها وكيف راح يتقمص الشخصية اللي تركها الشاعر على الورق، أنه كيف راح يدخل بداخل الشخصية ويعيش مأساة هذه الشخصية أو يعيش فرح هذه الشخصية اللي مكتوبة على الورق. يتعب بشكل أنه جدي أكثر، حتى على الأقل يقدر يعطي للناس بشكل صادق أكثر. بعد ما يكمل من تلحينها يغنيها الفنان، كلها هي عبارة عن إحساس أنه يا من قصتنا إحنا مثلا اللي نعيشها، يا من مشاكل الناس، يا من أفراح الناس، من أحزان الناس إلى الناس. فهي بالتالي تخاطب بشكل روح، من روح إلى روح.
فأعتقد إذا كانت قصيرة، وإذا كانت الأغنية طويلة، وإذا كانت الأغنية إيقاعها سريع، وإذا كان الأغنية إيقاعها بطيء، كلها هي من بحر الفن، نغرف من بحر الفن ونعطي للناس يعني بدون أي مصطلحات. ولكن هناك للأسف أنه في مثلا عندما يركزون على أغنية ناجحة مثلا ضمن إيقاع، تشوف طلعت 200-300 أغنية بنفس الإيقاع ونفس طريقة العزف ونفس طريقة التوزيع ونفس هذه مرات مثلا نقعد نسمع موسيقى ما أعرف أميزها أنه هاي الموسيقى لهاي الأغنية الثانية، تحس في تشابه كثير. ولكن هناك أغاني جميلة جدا، هناك ناس عمرهم 80 سنة يحبون أغنية طولها 5 دقائق وإيقاع سريع، لكن فيها معنى في الموضوع وفيها أصالة في اللحن. فيبقى أنه الأغنية الطويلة والأغنية القصيرة بمختلف إيقاعاتها هي من بحر الفن، إذا استعملت بشكل الصح هي كلها فيها من الأصالة، وبالتالي ما تسيء للذوق العام. وبالتالي أنا أحس فيها من الطرف الجميل أنه لو يركز الملحن على التراث شوف وما يبتعد، لأن للأسف في كثير مثلا تحس في موسيقى هجينة، لا تحسها لا هي غربية، لا هي هندية، لا هي عربية، لا هي. فأتمنى أنه هذه لنفسي أنا أتمنى أنه ما يأثر علي السمع، أنه دائما من أرد أسمع بشكل الصح الأغاني اللي هي ما تخدش الإذن ولا تأذي إحساسنا الجميل اللي أخذناه من جذورنا وإحنا عشنا في بيئتنا الجميلة. نزلت للبحر في الشماس الحلوة، رفقا بالبشر ما يعمل تحوى. نزلت للبحر في الشماس الحلوة، رفقا بالبشر ما يعمل تحوى. نزلت للبحر يا محلى مشيتنا والبحر نتمنى لمستنا. نزلت للبحر يا محلى مشيتنا أنا والبحر نتمنى لمستنا. موسيقى بتنور عيني يا ضحكتها، غزالة وعالرمل والدلع تتلوى. نزلت للبحر في الشماس الحلوة، رفقا بالبشر يا بنتحول. نزلت للبحر في الشماس الحلوة، رفقا بالبشر يا بنتحول. نزلت للبحر مجري نزل يوم من الخطر احرسها يا ربي. نزلت للبحر مجري نزل يوم من الخطر احرسها يا ربي. على الموج انحدر يا حلو يمسح في داعبها النور ما يحمل القصر. نزلت للبحر في الشماس الحلوة، رفقا بالبشر يا بنتحول. نزلت للبحر في الشماس الحلوة، رفقا بالبشر يا بنتحول. رفقا بالبشر لا يا بنتحول. نزلت للبحر في الشماس الحلوة، رفقا بالبشر يا بنتحول. ساكن يا بحر ايش حرك امواجك، انا مثل الهوى الشمس احتاجك. ساكن يا بحر ايش حرك امواجك، انا مثل الهوى الشمس احتاجك. انا بهاللحظة اتقصد احراجك واريد اخطفها منك ولو من نزلت للبحر في الشماس الحلوة، رفقا بالبشر يا بنتحول. نزلت للبحر في الشماس الحلوة، رفقا بالبشر يا بنتحول.
بحر الشمس الحلوة بقلب البشر هايا بنتحاول. في البحر الشمس الحلوة بقلب البشر هايا بنتحول. عروسة تريد أمي وسيدة بيتي وعلى ايدك شريدة المعزوبيتي. عروسة تريد أمي وسيدة بيتي وعلى ايدك شريدة المعزوبيتي. أنا قصدي شريف وصادق أميتي سكتي والسكوت للرضا هو. في البحر الشمس الحلوة بقلب البشر هايا بنتحول. في البحر الشمس الحلوة بقلب البشر هايا بنتحول. الموال فعلا أعيشها على المسرح بحالة حب جميلة، وبحالة أغيب من المسرح أروح للموقع اللي كتب به الموال، فعلا أعيشها، لأن الموال صعب جدا. الأغنية ملحنة، أما الموال مرات ترتجل أنت على المسرح، يطلع عندك شيء تغير وتضيف وتحذف، تتلاعب بالأنغام من نغم إلى نغم. فهذه محتاجة إلى صوت، مساحة كبيرة من القرار وإلى الجواب، ومحتاجة إلى إحساس عالي جدا حتى توصل كلام بدون إنه الإيقاعات، بدون أشياء تجميلية نجملها. فكيف توصل هذا الكلام وكيف يعجب الناس، فهاي محتاجة فعلا إلى إحساس مضاعف حتى تقدر توصل ما كتب الشاعر. أسمعكم مقطع من البارحة بالحلم اللي كتبه الشاعر المبدع كريم العراقي. البارحة بالحلم، البارحة بالحلم، حبيبي حبيبي بأحضاني. البارحة بالحلم، حبيبي بأحضاني، بوسني من وجنتي وطفالي نيراني نيراني. قلت له حبيبي حبيبي اقترب، عوض لي حرماني، لك شلون تقبل مروتك تتركني وحداني وحداني وحداني. أموت حسرة وقهر، أموت حسرة وقهر، لو لحظة تنساني لك أرضى أعيش بسجن، لو أنت سجاني سجاني سجاني. ها حبيبي ها حبيبي، مو على بعضك أحس. ها حبيبي مو على بعضك أحس. ها حبيبي مو على بعضك أحس. ها حبيبي الخاطري لا تأذي نفسك، منو الزعانة منو الزعانة، مني تزعل مني تزعل، والله زعل الدنيا كلها، ولا مكروه لسه حبيبي. ابتسم ابتسم هدي اعصابك، خلي راسك بين ايديا،
وخذ بوسة تصيح مني كافي تتدلل عليا ابتسم هدي اعصابك خلي راسك بين ايديا بين ايديا وخذ بوسة تصيح مني كافي تتدلل عليا لا تدلل عليا تدلل عليا عيني 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 تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبة ربي من السماء وتدلل يا عيني تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبة ربي من السماء وتدلل يا عيني تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبة ربي من السماء وتدلل تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبة ربي من السماء وتدلل راح بالعشرة أعد لك 1 10 شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي دلل علي دلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية دلل علي دلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية دلل علي دلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية عيني دلل علي دلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية راح للمليون أعد لك مليون شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي دلل علي دلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية دلل علي دلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية عين دلل علي دلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية دلل علي دلل علي يا هبة ربي من السماء واجمل هدية ها حبيبي أحبابي أنتم من محبتكم ومن نفسكم الجميل ومن دعائكم راح أواصل أغني وراح أواصل عطائي، وأنا أشكركم لأنكم دائما متابعيني ودائما حريصين على نجاحي، لأني أحبكم أغني. كاظم الساهر.